خناقة شوارع في نادي الزمالك. خناقة شوارع في نادي الزمالك. ايه الاخبار وايه الموضوع؟ نبدأ الكلام بذكر الله. فلا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واحدة واحدة وتاتا تاتا عبد الله السعيد بيتخانق مع زيزو وشيكابالا. يعني عبد الله السعيد لسه ما قالش يا هادي. بص، واحدة واحدة وتاتا تاتا. اضرب اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس تقديرا منك ليا وعلى مجهودي، بشكركم. القناة بتكبر بيكم. نبدأ الأخبار من النادي الأهلي الأول، لأن النادي الأهلي كله أخبار. تمام؟ كلمة من أهلاوي حريص على الأهلي. من الآخر، كلمة من أهلاوي حريص على النادي الأهلي. من الآخر، كولر لو كمل في مسلسل الراحات، اللعيبة هيعملوا زي موسيماني. فاكرين أيام موسيماني؟ يرجع بالذاكرة كده لأيام موسيماني، كان يلعب ماتش ويدي اللعيبة راحة تاني يوم، يلعب ماتش ويدي اللعيبة يومين راحة. تمام؟ والفريق باظ والدنيا باظت والدنيا خربت. تمام؟ كل شوية كان يريح اللعيبة، يروح يريح اللعيبة. وكان إيه؟ دي أكبر، يعني بص، تريح اللعيبة بعد المباريات دي أكبر كارثة. أكبر كارثة. تمام؟ كولر باين عليه كان إيه؟ هيروح يعني إيه؟ كان هيخلص ماتش الجزائر. كولر كان هيخلص ماتش شباب بلوزداد في الجزائر وهيطلع منه إلى غانا على طول. وقلنا ده قرار حلو وقرار عظيم وقرار محترم. تمام؟ ليه؟ هيروح غانا ياخد له 5 أيام هناك، ياخد على الأجواء الغانية، الرطوبة، الحر، اللي ياخد على الملاعب. المهم الباشا رجع في كلامه. بدل ما كان هيسافر إلى غانا مباشرة، رجع إلى مصر. وادى اللعيبة راحة كمان. يعني يا ريته بيتمرن، لا ده ادى اللعيبة راحة. وهيسافر يوم الثلاث، يعني هيوصل هناك الاربع، يقعد الاربع والخميس ويلعب الجمعة. لا هياخد على اجواء ولا هياخد على رطوبة، وهيفضحنا. وكولر ماشي على طريقة موسيماني. لا، ريح اللعيبة يا عم الحاج. من الاخر كده. لا ده كمان، ده اللعيبة كمان ايه؟ راحة، يعني واخدة امبارح والنهارده. تمام؟ وبقى قابلني لو لقيت الكلام ده نفع معاه. تمام؟ تركي الشيخ ويا خوفي. ايه يا خوفي بقى وايه الموضوع؟ اقول لك ايه الموضوع يا باشا. اضرب اللايك واشترك في القناة لمجهودي وشكرا لكم. تمام؟ اضرب اللايك واشترك في القناة تقديرا لمجهودي وبشكركم يا جماعة. القناة بتكبر بيكم. تمام؟ من الآخر، تركي الشيخ شغال يقول لك أنا أهلاوي وعمال يعاتب في شلبوكة ويقول له ده إمام عاشور مش عارف إيه. عمال يعاتب ويجر ناعم ويغازل في الأهلي. تمام؟ يعني معرفش يعني. ومش بس كده، ده كمان طلع مع عمرو باشا أديب. بيقول له إيه؟ بيقول له يا معالي المستشار، أنا نفسي الزمالك ياخد كاس مصر وهيقام في السعودية والحكاية والرواية. عمرو أديب طبعا مفكر إن تركي الشيخ هيجي معاه. تمام؟ قام تركي الشيخ قال له أنت عارف يا عمرو إن أنا أهلاوي، زي ما أنت بتتمنى الزمالك يكسب أنا بتمنى الأهلي يكسب. تمام. طيب إيه اللي مخوفني أنا كأهلاوي؟ يعني إيه اللي مخوفني أنا من الكلام ده كأهلاوي؟ تكون مصيدة. ركز معايا، تكون مصيدة. عايز يخلي الجماهير كلها تقول ان هو اهلاوي ويلعب لعبه مع ويدي الكاس للزمالك، ويبقى ادي ايه اللي خدناه من تركي الشيخ. وعمرو اديب يقول له الحكايه وهو يقول له الروايه، ويعاتب شلبوكه بتاع الريالات اللي دلوقتي عمال بيعاير اللعيبه المصريين ويقول له النقطه دي مش عارف ايه يا امام، عملتها في التدريب وقعت على دماغك مش عارف ايه. يا ابني يا حبيبي، ده انت اكبر من الجد. عيب عليك لما تبقى مصري وبتتريق على لعيبه
مصريه. يا خوفي من تركي الشيخ، يا خوفي من تركي الشيخ، وتكون مصيده كبيره لتوقيع النادي الاهلي. تمام؟ نخش بقى على خناقه الشوارع بين عبد الله السعيد وزيزو. تمام؟ عبد الله السعيد مفكر نفسه في بيراميدز، ليه؟ لان هو كان كبير بيراميدز، كان كابتن بيراميدز، مفكر لما هيروح الزمالك هيبقى نفس الاداء، وهو المعلم وهو الكبير وهو اللي على الحجر. لا يا حبيبي، ده كان في بيراميدز، كنت حاطط شرط الكابتن في بيراميدز. تمام؟ انت جيت في عصابه نادي الزمالك، انت دخلت العش الدبابير، دخلت عش الدبابير. تمام؟ يعني انت دلوقتي بينك وبين شيكابالا وزيزو مسافات ومراحل، يعني دول يعتبروا زي ما بيقولوا اساطير في نادي الزمالك. انت لسه يا ابني ما عملتش انت دخلت عش الدبابير، مفكر نفسك كبير. لا، الكبير ده في بيراميدز، انت جيت الزمالك تمشي على مبادئ الزمالك يا حبيبي. يا بابا فوق، انت مفكر نفسك في بيراميدز ولا ايه؟ الفريق لما يجي الزمالك يا باشا يلاقي نفسه وسط النجوم والعصابه الحقيقيين، وهم زيزو وشيكابالا، وعمل خناقه شوارع مع زيزو. يا حبيبي يا بابا فوق فوق يا عبد الله، انت مش في بيراميدز يا حبيبي، انت دخلت نادي الزمالك. يعني بص، ملوك خناقات الشوارع، ملوك قله الادب، يعني هتاخد على قفاك من الاخر. تمام؟ الفيفا يتغنى بمصطفى شوبير، الفيفا يتغنى بمصطفى شوبير النجم الاول في مباراه الاهلي وشباب بلوزداد. تمام؟ الفيفا ذات نفسه بيتغنى بمصطفى شوبير وتصدياته. وزي ما قلت لحضراتكم، الكوره اللي شالها من 90 كانت زغرطت في الشبكه لو الشناوي واقف. انا بقول اللي ليا واللي عليا، الشناوي حارس كبير، بس الكوره اللي شالها مصطفى شوبير في ال90 لو الشناوي واقف كانت دخلت وزغرطت في الشبكه. من الاخر، لما الفيفا يتغنى بمصطفى شوبير تعرف ان ده حارس كبير، حارس موهوب، حارس عالمي. وكمل يا درش، كمل يا درش، ان شاء الله قريبا في المنتخب، ان شاء الله قريبا في المنتخب يا درش. تمام؟ حسام حسن لو فضلت على هذا المستوى هيضمك اول حارس، انا بقول لك اهو، هيضمك اول حارس، هتبقى حارس منتخب مصر الاول لو كملت بهذا المستوى. تمام؟ نخش على رابطه البقدونس، قصدي رابطه الانديه، نخش على رابطه الانديه. تمام؟ تقرر زياده الجمهور من 5000 ل 10000. تمام؟ طيب حلو قوي، جميل جدا. تمام؟ ولكن هل هذا القرار من الاتحاد الرابطه، ولا اتحاد رابطه عبد السميع اللميع، ولا من حسام حسن؟ مش فارقه كتير، هي مش فارقه كتير. تمام؟ عوده مستر اكس، عوده مرتضى منصور، عوده مستر اكس تهدد اداره نادي الزمالك والكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان، خايفين من عوده مستر اكس، عوده مرتضى منصور ممثلها رعب لحسين لبيب واحمد سليمان. عشان ما اطولش على حضراتكم، اللي ما اشتركش في القناه يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي ويضرب اللايك. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا ليكم.